سؤال مهم جدا بقى بيتكرر اليومين دول. هل فعلا محتوى الذكاء الاصطناعي او قصص الاي اي مقبولة على اليوتيوب؟ وهل ممكن تحقق لك دخل ثابت وانت ممكن تبني بيه قناة قوية وناجحة، ولا في اي لحظة ممكن تتقفل قناتك ويوقف شغلك كله؟ ففي الفيديو ده انا جاي اشارك معاكم الحقيقة كلها، ايه المقبول وايه المرفوض، وهل انصح بيه الناس اللي عايزين يبدأوا في 2025 ولا لا. تابع معايا للنهاية علشان انت هتسمع كلام مهم جدا هيوفر عليك وقت ومجهود. واول حاجة احنا حابين نبدأ بيها، ايه هو محتوى الذكاء الاصطناعي المقبول على اليوتيوب؟ المحتوى اللي يكون فيه اضافات بشرية منك انت، واضافات واضحة جدا. يعني انت بتستخدم اداة الذكاء الاصطناعي كأداة تساعدك بس، مش هو اللي عامل كل حاجة لوحده. مثلا ده مثال، تعمل سكريبت بقلم ورقة او حتى بمساعدة الاي اي، لكن انت اللي بتعدل وتضيف صوتك او تعليقك. كمان ده مقبول، حاجة مقبولة. كمان انك تستخدم صور او فيديوهات مولدة باستخدام الذكاء الاصطناعي، حاجة مقبولة. بس انتبه، ده لازم يكون ليه سياق وقيمة. سياق وقيمة يعني مش مجرد صورة ماشية عشوائي، يعني القيمة بتاعت الصورة تكون ماشية مع القيمة بتاعت الفيديو، مع الكلام اللي انت معلق عليه وبتقوله. اما تاني حاجة، ايه هو المحتوى اللي اليوتيوب ممكن يرفضه في الاي اي؟ الفيديوهات المعمولة بالكامل باستخدام الذكاء الاصطناعي من غير تدخل بشري، مرفوض. يعني لا تعليق صوتي، لا مونتاج، لا اضافة قيمة منك انت كقيمة بشرية للفيديو. وكمان في عندنا المحتوى المكرر، زي قنوات كلها وقصص الاي اي، والقنوات كلها شبه بعض من غير لمسات خاصة. يعني بص انا هقول لكم قصة بسيطة. في شخص انا بعرفه بدأ قناته كان فيها 20,000 مشترك، فجأة قناته اتقفلت. طب ايه السبب؟ بعدين جاله رسالة انه المحتوى بتاعه محظور عالميا. طب ايه السبب؟ بعدين في محتوى اجى عليه حقوق طبع ونشر. دلوقتي الموقع نفسه اللي انت بتولد منه، ممكن الموقع يكون فيه مشاكل، انت بتولد منه، بس لما الموقع يتقفل الفيديو هيجيله حظر عالمي. وكمان الموقع بيقدم ل10,000 شخص غيرك نفس الفيديو، لو ده موقع ثابت مفيش تحديثات. يعني انا مثلا محتاج مقارنة بين ميسي وكريستيانو، وده احتاج نفس المقارنة. طب هل المقارنة دي ناجحة بين الاتنين؟ نعم، ناجحة بين الاتنين بالرأي وبالنسبة ليك. انا هنزلها على القناة عندي وغيري هينزلها عنده، نفس الفيديو اللي الموقع ولدهوله هيولدهوله، بس لما انا افعل ربح واضيف عليهم حقوق طبع والنشر، كل جميع القنوات اللي واخده نفس الفيديو او الموقع مولدين لها نفس الفيديو هياخد حقوق طبع والنشر. فطبعا اهم حاجة انت لازم تكون ضايف للفيديو قيمة بشرية، اي حاجة تخصك انت، تعليق صوتي. وكمان المحتوى اللي بيكون فيه مخالفة سياسات زي صور الاطفال او العنف المولد بالاي اي. تالت حاجة بقى ايه هي؟ هل انا انصح رمز الفكرة ابراهيم شفيق بالدعم على الذكاء الاصطناعي، وهو الذكاء الاصطناعي يكون مصدر دخل اساسي ليك، انك انت تعتمد على الذكاء الاصطناعي كمصدر دخل اساسي؟ الصراحة أيوة أنصح، بس بشرط أنت لازم تدمج شغلك الشخصي مع الذكاء الاصطناعي. يعني الذكاء الاصطناعي يكون مساعد مش بديل. بعدين أنا حابة أقول لك كلمتين. القنوات اللي ماشية بالاي اي بشكل احترافي ممكن تكون محققة دخل كبير جدا في 2025 2026 والسنين الجاية، وتبقى مصدر أساسي فعلا للدخل. لكن في نفس الوقت انت لازم تفضل متابع مع السياسات، لان اليوتيوب ممكن في لحظة يغير القوانين. يعني انا في الوقت الحالي مع النصايح اللي اديتها لك بنصحك بشدة انك تستخدم محتوى ذكاء اصطناعي. في لحظة اليوتيوب بيقول لك المحتوى الذكاء الاصطناعي مرفوض من اليوتيوب، انت كده كل تعبك ومحتواك راحوا على الفاضي. فخلي بالك، المهم انك تضيف كلام بشري للفيديو علشان يكون ليك. وكمان في نفس الوقت انت محتاج تكون متابع مع السياسات، يعني مش تنشئ محتوى وتنسى السياسات، لا انا عايزك تتذكر انه في سياسات لليوتيوب، انه الذكاء الاصطناعي مش عايز اطفال، مش عايز عنف وغيره. الحل الاخير انك تشتغل بذكاء، خليك دايما ضيف بصمتك وصوتك في الفيديو، وساعتها قناتك هتبقى صعب تتقفل. والخلاصة يا جماعة انه الذكاء الاصطناعي اداة قوية جدا، بس مش بديل عنك انت وعني انا وعن الانسان. انت اللي تقدر تخلي قناتك تنجح بايدك وتفشل برضه بايدك. استخدامك الصح
وإنك تضيف لمساتك، هتلاقي قناتك فعلا بتكبر وتحقق أرباح خيالية. عايزك بقى تقولي في الكومنتات، شايفين إنه قناة ال AI ليها مستقبل طويل على اليوتيوب ولا لا؟ وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. وتذكر إن منصة رمز الفكرة المنصة اللي بتجمع بين الإبداع، تطوير الذات، النجاح المالي. رمز الفكرة، فكر بذكاء واربح بجدارة. انضم إلينا واكتشف فكرة وكن جزءا من عائلة رمز الفكرة. باي باي.